يا كابتن هي مشكله الماده في الزمالك، انت زي ما قلت موجوده من زمان جدا. بس هي يعني عشان تعمل فرقه كويسه وتمشي كويس لازم الماده تبقى موجوده طبعا يعني. فانت حل المشاكل الماديه وبعد كده دور على النتائج يا كابتن. ما هي موجوده، بس انا هتكلم في حاجه ثانيه في الكوره. الدنيا اتغيرت يا كابتن. كابتن خلينا في الكوره شويه، معلش انا هتكلم في الكوره. فرق كبير قوي بين لعيبه الاهلي والزمالك. بالظبط. الفرق الاهلي في كل حاجه في ايه؟ في اللعيبه. يا دودار هقول لك بس يا دودار خلينا نتكلم. انا محايد، انا والله مش مع حد. خلينا نتكلم في فروقات كبيره جدا يا دودار. في كل مكان في فروقات. الاهلي لو غاب 2 من اللي بيلعبوا اساسيين الثالث هيبقى كويس. اقسم بالله ما شفت كده. ازاي؟ طب ما زيزو يا عينو اديني فرصه بس اتكلم. انا اقول لك انا هقول لك زيزو طاهر حسين الشحات لو واحد لعب من الثلاثه هيبقوا كويسين. الاهلي كويس. ما شفتش كده. بن شرقي بدنيا مش كويس. انت نختلف ان بن شرقي لعيب كويس. كل مصر عارفه بقى هيجي هو مش في حالته بس بيجي واحده واحده. بن شرقي تريزيجيه عبد القادر اي حد يلعب فيهم الدنيا هتمشي وهيكسر الدنيا. في فروقات. انت دلوقتي عشان تعمل تغيير في نادي الزمالك انت مش لاقي حد تنزله. معلش ما انت مش هنتكلم وخلاص. انت مين؟ انت بتتكلم في انا اقول لك على حاجه. انت عارف مين لازم يتحاسب؟ عارف مين لازم يتحاسب؟ اللي بطل شيكابالا السنه دي كوره. قسما بالله لازم يتحاسب. شيكابالا وهو في السن ده احسن من 3/4 الناس اللي قاعده بره. اللي ماشى مصطفى شلبي لازم يتحاسب. خلينا دغري نتكلم دغري. اقول لك على حاجه. واللي جاب عدي الدباغ جابوا ايه؟ واللي جاب شيكوبانزا واللي جاب خوان. معلش احسن من جزيري. يا ما انت ما عندكش فلوس يا محمود. جزيري قد مليون مره. انت بتتكلم على ناس موجوده انت بعده عشان محمود. انت بتتكلم في الناحيه الاداريه وانت شاطر اداريا وفنيا صح. انا النهارده لما بتكلم في الكوره. حلو الكلام ده. انا بتكلم يا كابتن مهيب في الفلوس. حلو. انا النهارده دلوقتي لا انا خلاص انا لو معايا ميزانيه فلوس ما انا هجيب صفقات. انا بتكلم في الكوره دلوقتي يا كابتن. معلش هل اللي جه لا ما بتكلم صح. هل اللي جه احسن من مصطفى شلبي؟ لا استحاله. لا. اقول لك على حاجه كابتن. وشيكابالا اقول لك على واحد ما كانش له دور كبير في نادي الزمالك واحسن من الناس اللي جت. سيد نمرده تحتاجه في اي مكان بتلاقيه بيحل لك مشاكل. رحت مشيته كده. اسامه فيصل من الاول مين اللي مشاك؟ هل الفراده اللي في نادي الزمالك احسن من اسامه فيصل؟ لا انا بتكلم. لا ما انت وصلت. انت دلوقتي وصلت الحاله ان انت عملت كده. ما دي تراكمات صح. معلش انا كلامك صح. خلينا الجزيري يا كابتن. الجزيري ده في ماتشات الاهلي والزمالك من اخطر الناس فرقه الزمالك طول عمره صح. في الماتشات في اخر السنين هو الوحيد اللي بيجيب. ازاي تبعده؟ معلش يا دودار في حاجات كتيره بتتعمل غلط. مين احسن من شيكابالا يا دودار؟ مفيش حد. لو احتاجته اخر نص ساعه في الماتش مفيش حد. كنت هتلاقيه احسن من. مفيش حد. صح. هو الكابتن قال لك العداله. مفيش حد. شيكابالا اللي بطله والله العظيم يا شريف هي اتعملت شو وقال لك هتبطل شيكابالا. اتعملت شو وهو ما عندهمش حد زيه. تمام. انا بقى بقول لك مفيش حد زي شيكابالا في الزمالك. تكمله للكابتن محمود كلامه طبعا مليون في المية. دي هي دي مليون في المية صح. الكلمه دي القصه في كل اللي انتوا بتقولوه. بس خلي بالك الزمالك باللي هو الزمالك متصدر الدوري بالفرقه. انا مع احترامي مش بقلل من حد. يحسب لراجل بفرقه مش جامده. انا كتبت يا جماعه العداله. انا مقتنع بده جدا. يا حبيبي ده لسه 7 ماتشات. ممكن بس بينافس موجود موجودين في نقطه. يا كابتن مهيب وكابتن محمود طبعا بيتكلم في كل النقط دي صح. لكن انا هفضل اقول ان جون ادوارد كنز في نادي الزمالك. احنا اتكلمنا على جون ادوارد. انا بتكلم على كابتن بعد اذنك يا كابتن سيبني ارد عليه. انا الكابتن محمود بالنسبه لي لكن عشان خاطر الزمالك في اخر الدوري خد الدوري. تخيل يا كابتن محمود ممكن ارد عليك. طيب يلعب في افريقيا. ارد عليه يا جماعه. ارد عليه في نقطه معينه. جون ادوارد كنز النهارده لما يكون في النادي مفيش فلوس. ايوه ايه اللي دخل والميزانيه مش احسن حاجه واجيب الصفقات دي كلها. دي شطاره. دي شطاره والله. يعني انت عايز تذكر جون وخلاص؟ لا ما احنا ما جبناش سيرته. ازاي هو لما نجيب سيرته نتكلم عليه. نقول الراجل عمل فرقه. انا بتكلم ايه اللي جاب سيره جون دلوقتي؟ هو النهارده دلوقتي فرقه نادي الزمالك اللي موجوده دلوقتي دي مش احسن من السنه اللي فاتت؟ لا مش احسن. لا مش احسن. انتوا بتتكلموا جد يا جماعه؟ والله لا هي عايزه والله العظيم. والله ما احسن يا كابتن. انا بقى بقول لك على حاجه كابتن. النتائج ازاي يا جماعه؟ هقول لك على حاجه اتعلمتها في الكوره. هقول لك على حاجه اتعلمتها يا شريف. لا مش احسن يا شريف. هقول لك على حاجه اتعلمتها في الكوره. بصراحه كابتن. لا والله مش احسن يا كابتن. مع الوقت مش هتبقى احسن. صدقني مش هتبقى احسن يا كابتن. ثواني بس. نتائج من غير اداء. ليه؟ يا جماعه لو في اداء من غير نتيجه النتيجه هتيجي. لكن نتائج من غير اداء يا جماعه الدنيا هتقع. ده مدرب كده يا محمود. يا جماعه مدرب كده مدرب يا جماعه فرقه الزمالك السنه اللي فاتت كانت افضل. ممكن اقول لك على حاجه.